السلام عليكم، معكم قناة سيراب ومرحبا بكم في فيديو جديد. التي تتحدث عنها كثير من الجزائريين يقولون المشكلة أنه يسمعون هذا الكلام عن الأرقام الكبيرة ولكن لا يجدون حتى اللوبيا والعدس والحمص. يعني ما ردك عليهم؟ هؤلاء يعني لا يعيشون في الجزائر أم ماذا؟ مواطن يسمع فيك في خميس الخشنة يسمع يقول باللي كلها إنجازات وأرقام عظيمة، ولكن يسأل لماذا لا أجد حتى العدس واللوبيا مضطر ندير لاشين وأعود حتى إلى أجواء السبعينات من أجل اللوبيا والعدس. يعني يتساءل سؤال بسيط. القوة الاقتصادية. تتكرر العبارات وتغيب الإنجازات، ويتكرر صداها في آذان الجزائريين عقب نشرات الأخبار، لكنها غائبة عن الواقع المعيش. ومن شدة التركيز الإعلامي على تلك الإنجازات يخيل الجزائريون وفق مراقبين أن ما يتحدث عنه النظام والإعلام معا بلد آخر غير بلادهم. إنجازات 2023 وستكون هناك إنجازات كذلك 2024. هذا الخطاب الذي يسمعه الجزائريون، ولكن كثير من الجزائريين يسمعون هذا الخطاب ولكن لا يرونه في الواقع، ويتساءلون هل المشكل في هؤلاء الجزائريين أم في خطاب يتحدث عن جزائر أخرى غير موجودة في الواقع؟ يعني والله يعني اللي يسمع القراءة تاعكم يستعجب. يعني هل انتم ما راكوش تشوفوا في الحقائق واش راه صاري في الجزائر والإنجازات والقرارات اللي اتخذها السيد رئيس الجمهورية سي تبون منذ مجيء الحكم في 2019. يعني والله ما الى يعني نستغرب يعني. والحمد لله الارقام ما تكذبش والارقام واضحه. ونحن جد ربي عندنا وسمحهم الله بعض الناس عندهم انكريز دو ميموار. يعني واش كنا نقولوا في 2018 و 2019 انهيار الاقتصاد الجزائري، انهيار الدولة الجزائرية. قال كان عندنا يعني لي ريزيرف دو شونج تقريبا 200 مليار دولار، هبطت حتى 42 مليار دولار. الميزانية تاع الدولة هبطت في 21. يعني نذكر في 2021 بالضبط، وانهيار نتاع البترول الباريل هبطت 34 36 دولار. وكانت البي بي يعني البي بي كان هبط، وكان ضجه كبيره خاصه من فرنسا والدول العاديه والاعداء الجزائر. حتى ولاو يعني قال البي بي نتاع الجزائر يعني ولا الجزائر ولات فقيره وفقيره جدا. يعني هذه فرنسا بالعكس تبون يكلم ماكرون امس ويهنئه بالسنه الجديده وحديث عن زياره تبون. يعني أسي جمال ما تخافش الله يعيشك. شوف يعني واش كنا لك الفضل وين يعني نهضروا على مثلا الميزانيه اللي كانت عليها الجزائر في 2019 و 2020 كان ما تجاوز 9000 مليار دينار. اليوم الحمد لله في 2024 راهي 15000 مليار دينار. يعني لي ريزيرف دو شونج راهم كانوا 44 و 46، اليوم راهم اكثر من 73 مليار دولار. يعني كل المؤشرات يعني كلها انجازات. خلينا نكمل. لا لكي نعطي فرصه للدكتور حميد علوان. يعني كلها انجازات. سؤال فقط، سؤال اليك سيد منور جعلي، ولكن للمواطن الجزائري كثير من المواطنين الجزائريين اخرج للمنطقه التي تسكن فيها واسال الجزائريين اذا يرون هذه الانجازات التي تتحدث عنها. كثير من الجزائريين يقولون المشكلة أنه يسمعون هذا الكلام عن الأرقام الكبيرة ولكن لا يجدون حتى اللوبيا والعدس والحمص. يعني ما ردك عليهم؟ هؤلاء يعني لا يعيشون في الجزائر أم ماذا؟ ولا غير بالعكس، هذا الناس اللي راهم يقولوا واش راك تقول أنت هما اللي مانيش عارف انا منين راهم عايشين. صح عايشين في الجزائر ولا في دولة أخرى؟ احنا في الجزائر والجزائريين أنا نقول لك يعني ماشي نقول لك الشعب الجزائري راه غني، ولكن القدرة الشرائية والحمد لله بعد ما الأزمة اللي جازت عليها كل دول العالم في 2020 و 2021 والتضخم اللي جبناه من الخارج
بالحرب الاوكرانيه الروسيه والكوفيد. الحمد لله اليوم في 2023 2024 2022 2023 وراح ان شاء الله 2024 تكون احسن من 23. كاين هناك تحسن في القدره الشرائيه، بدا تحسن والرئيس الجمهوريه حريص كل الحرص ان القدره الشرائيه سوف تتحسن وبالارقام. مواطن يسمع فيك في خميس الحخشنه يسمع يقول باللي كلها انجازات وارقام عظيمه، ولكن يسال لماذا لا اجد حتى العدس واللوبيا، مضطر ندير لاشين واعود حتى الى اجواء السبعينات من اجل اللوبيا والعدس. يعني يتساءل سؤال بسيط. يعني نعطيك ارقام، شوف نعطيك ارقام عطيتهم لك ديك خطا ونعاود ناكدها سي جمال. باللي في الانتاج تاع لا بوم دو تير تاع البطاطا اللي كنا نجيبوها من كندا، وحاشاك وحاشا قدركم وحاشا الملائكه، يعني ما تخفش. يعني المهم اليوم الانتاج نتاع البطاطا 5 ملايين طن، يعني 50 مليون قنطار. الانتاج الاكبر في افريقيا والدول العربيه هي مصر. ولكن كم سعر البطاطا؟ خليني نكمل. العدس يا سي جمال، الانتاج تاع الجزائر يفوق 900 الف قنطار، اكبر من اي دوله عربيه. ثالثا نستحضروا قال لاشين تاع مثلا تاع الحليب وتاع البصل، هذا اذا دل على شيء. هذا لي شان هذو سي باسكو نقول لك الحليب مثلا الحليب ما تنجح في حياه الدوله في العالم اللي تبيع شكاره تاع الحليب ب 2500 المواطن تاعها. اللوبيا والعدس روحوا الدول سقسوا، روحوا لجوجل وشوفوا الدول اللي كيما احنا واللي اكثر منا، شحال يسوى العدس، شحال تسوى اللوبيا، وشحال يسوى المواد الاوليه الاساسيه اللي الجزائر. وباللسان رئيس الجمهوريه يقول لا طيب على بلسان رئيس الجمهوريه، على ذاك اللسان رئيس الجمهوريه كنا نسمع وطرحت لهم اسئله عن مداخيل الجزائر 13 مليار دولار اللي تكلموا عليها خارج قطاع المحروقات، وين هي؟ اعطونا التفاصيل تاعها، ما هي الدول اللي صدرنا لها، ما هي المصفور اللي مشينا فيهم. ما جاوبونيش، وامام الحضور والحصه راهي تقريبا مسجله في جامعه الجزائر 3. ثانيا انا مندهش، وربما سي جعدي هذه الانجازات العظيمه والكبيره اللي يتكلم عليها سي جعدي، كنت نتمنى امام سي عبد المجيد تبون ان اللي حقق هذه الانجازات هو اول مسؤول على الجهاز التنفيذي وهو رئيس الحكومه. اين هو سي ايمن بن عبد الرحمن؟ هو اللي لازم يدافع على هذه الانجازات. لكن هذه الانجازات اللي تغيروا فيها 4 رؤساء حكومات، نطرح سؤال: اذا كان رئيس حكومه حضر كل هذه الانجازات اللي يتكلموا عليها بين قوسين هي انشائيه. انا الانجازات فعلا شفت تدشين رئيس الجمهوريه لمحطه قطار في الجنفه، شفت تدشين ملعب براقي ولا ملعب براقي اللي هو من مشاريع عبد العزيز بوتفليقه ربي يرحمه، لي بروجي تاعو. هذا اللي شفت كانجازات. ما شفتش مصانع، ما شفتش سدود كبيره تم تدشينها، ما شفتش باخره من صنع جزائري تم تدشينها، ما شفتش طائره مسيره ذاتيا تم تدشينها، ما شفتش جامعات او ديزوبيتو، ما شفتش هذه الانجازات. ما شفتش انايا الجزائري اللي كان يخلص مع معدلات التضخم اللي كان يخلص 25 مليار، اليوم اصبح الاسعار ولا تتناسبوا في الاسواق، كل اسعار المواد الاساسيه زادت. البطاطا اللي يتكلم عليها سي جعدي في احد المداخلات سي عبد المجيد تبون يقول لهم بان البطاطا في الجزائر ما لازمش ديباسي لي 40 دينار في اغلب الاحيان. لكن نقول له يا سي جعدي البطاطا الشهر اللي فات شريتها ب 90 دينار. اذا يا سي جعدي كلامك اللي تقول ربما في الكارتي تاعك فقط، كما قال وزير الفلاحه المقال انه عندما ساله مواطن عن سعر البطاطا قال له لا، في الكارتي تاعك برك غاليه، روح الكارتي اخر تلقاها ارخص. نقارنوها بالدول الاخرى، روح امشي في باريس وشوف سعر البطاطا، من الحدود للحدود، امشي في بلجيكا وشوف سعر البطاطا، امشي لتونس وشوف سعر البطاطا لا يختلف.
ما يختلفش. لا يختلف اختلاف طفيف فقط. الزيادات خليني نقول له قول سي جعدي الجزائريين اللي تحسنت معيشتهم كي يجوا خارجين ليترونجي شحال يعطيو لهم في البنكه، ومنين يروحوا يشروا صوارداهم، وبشحال يشروا صوارداهم هذو اللي يروحوا سواء في دراسه او في شفاء او في دي سيمينار او في كذا. بالمناسبه سعر الدينار الان كم في السوق السوداء؟ 240. هل وصل فعلا 240 اورو يساوي 240 دينار؟ يا سي جمال في السوق السوداء الدينار مقابل اليورو وصل الى 23.85 معناتها وصل الى 24. هذه الحقيقه المره اللي ما يقدرش يقولها سي جعدي. يعني 240 دينار، يعني اورو واحد يساوي 240 دينار تقريبا 385. وإلا ما جعدي يروح الصباح لسوق السكوار ويشوف الناس شادين الصوارده ويسقسي. كاين الالاف من الشباب صبحوا يبيعوا الصوارده في سوق السكوار. الصوارده في دول اخرى ما يتباعوش في السوق، ما يتباعوش امام محكمه عبان رمضان، ما يتباعوش في العاصمه، ما يتباعوش في الشوارع، يمثلوا السلطه والسياده تاع ديك الدوله يا سي جعدي. طيب يا سي جعدي لازم نقي عقلي باش نامن واش راك تتكلم. طيب ولكن أنا نقول لك يهديك اذا تتكلم على نهار قالوا لنا باللي الجزائر رايحه الى المديونيه وما نقدروش نخلصوا على الناس، السيد هذا كان يكذب على الجزائريين والمآل تاعو اليوم راهو مانيش عارف واش بالسجن راه فيه. طيب. اذا يزينا من الكذب، لان هذا الكذب هو لا بوليميك في الشعب الجزائري اننا كذا وكذا. الشعب الجزائري يعرف مليح الجزائر، يعرف السيستم بوليتيك مليح في الجزائر. طيب على ذيك السيستم بوليتيك مليح في الجزائر. طيب على ذيك السيستم في الجزائر نسمع في المقابل طبعا يعني رئيس اركان الجيش سعيد شنقريحه يتحدث كذلك عن انجازات معتبره تحققها الجزائر في. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. شنو بان لي